في سؤال عند حلمي الاول لازم اساله. عايز تساله؟ طبعا. يلا. ما انت بقى انا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. انت قلت لي غرفه الملابس بتاع النادي الاهلي كلها مشاكل. انا عمال بيعبي لك، ده كان بيستعد في الفاصل. ايوه بيحاوش. حد كان بيبعت لي. اسمع، هو فاهم ان هيمشي كده. انا جاوبتك بكل امانه وبكل صراحه، واحنا متعودين للساده المشاهدين. انا سامع ان غرفه نادي الزمالك فيها اللي ما حصلش بسبب ان اللعيبه بتلعب ما بتاخدش مستحقاتها، وقال لك اصبروا عليه. عشان كده انا سالتك السؤال الاولاني بس ما حبيتش اوضح لك ان غرفه نادي الزمالك فيها مشاكل كتيره جدا، وخلال اسبوع لاسبوعين اللي هي ما بتاخدش فلوسها هتبان كل حاجه. المشاكل اللي في غرفه ملابس نادي الزمالك تختلف تماما عن المشاكل اللي موجوده في غرفه النادي الاهلي. المشاكل اللي في النادي الاهلي بين اللعيبه وبعضها. اما المشاكل اللي في الزمالك بين اللعيبه والاداره لان ما بتاخدش فلوسها. يعني هناك فلوس نافعه ولا فلوس مش نافعه. فارق كبير جدا جدا. هنا في مشكله عشان كتر الفلوس، هنا في مشكله عشان ما فيش فلوس. بالظبط كده. والاخطر كتر الفلوس. كتر الفلوس طبعا. ده الاخطر. طبعا.